لإمام البخاري وكأبو هريرة رضي الله عنه قال أبو من أجرته وأفرمي كلمتان خفيفتان على اللسان دوشهن زور آسانا لسر زمان زور قرص ثقيلتان في الميزان زور قرص لميزان للرجل قيامته حبيبتان إلى الرحمن زور خوش بسم الله خوي الرحمن الرحيم أو دو كلمة بريتين لسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله أجر سبحان الله زور بكيت زور درجاي داخرة يجيان اللي أكلته درجاي زواج اللي داخراوه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم درجاي رزق اللي داخراوه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم درجاي خواندن اللي داخراوه تسبيحك سبحان الله والحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هر كارك لكاركاني جيانت زانيت بدست وناية تسبيح إخواك فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون قد لبيرنك أجر تسبيحاتي نكدا يونس عليه السلام أما يوا لناوسكي حوتا هتاوك الرجي زندبونه أفرمي أبي ذر لصحيح مسلمة ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله تعالى بيد بلهم خوشويسترين وشو كلمة لا إخواتيا بريتي سبحان الله وبحمده خوشويسترين وشا أعظم وشا الله إخوة جل جلاله أأوي إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده للرواية كتير أفرمي برسيار كلا لبيغمبريان صلى الله عليه وآله وسلم چه كلمة زور زور قوري إنسان بيالله چه أفضل ترى فرمي ما اصطفى الله لملائكته أو لعبادي أو إخوة خوي هذي بجابك ملائكان بيالن يا عبد كان إخوة بيالن أو يجبريتي لشي سبحان الله وبحمده للرواية كتير لصحيح مسلمة هاتوا سموري كوري جندب رضا ورحمة إخوة إليه بأفرمي پیغمبرجان صلى الله عليه وآله وسلم فرمي خوشويسترين وشكان لا إخوات شواروشن سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر قرنية لا يضرهن بأيهن بدأت بكاميان دس بأكي دس بك مهم أم شواروشي زور بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر